أهلا بكم من جديد. دي طبعا الحلقة الأخيرة من مسلسل فهد البطل، فكده خلاص بقى كل سنة وانتم طيبين. فهنخش على طول في الأحداث، بس ما تنساش اللايك، اشتركوا القناة، وفعلوا الجرس عشان أي حاجة تنزل توصل لك على طول. تبتدي حلقتنا هنا إن غلاب بيكون بيخطط لقتل توفيق التمساح قبل ما يعترف عليه قدام النيابة وقدام ابنه. وهنا بنلاقي إن الغفير بيجيله وبيعرفه إن بكر وصف واقفين بره وبيطلبوا منه إن هو يدخل لهم يعني. وفعلا بيقول لهم طب دخلهم هنا، وبيخش وبيعرفهم إن هم جايبين الورق علشان خاطر يمضوه ويخلصوا ورق الأرض علشان خاطر يعني يقدروا إن هم يعملوا المشروع بتاعهم. وبكر بيعرفه إن هو هيعمل حفلة كبيرة جدا عنده في البيت، بس غلاب بيطلب منه إن الحفلة دي هتتعمل في البيت عنده هنا. فبيوافق، والعجيب بقى إن كل البلد علشان خاطر يكونوا يعني يحتفلوا بيه. نيجي بقى عند فهد هنا، واللي بيطلب الحاجة فايزة إن هي تسامحه يعني على موضوع المخدرات، وبيفهمها إن المخدرات دي خد فلوسها علشان خاطر يرجع الأراضي اللي هي في البلد ويكسر بيها عين غلاب. وبيقول لها هنا صدقيني أنا عملت كده علشان خاطر أرجع حقي في البلد. ولما بتقول له ما طلبتش مني الفلوس ليه، قال لها أنا أعرف إن أنت في ناس كتير متعلقة في رقبتك ومبلغ كان كبير جدا. فبيجي واحد كده من سباط فايزة وبيعرف إن المحلات والمخازن بتاعة توفيق التمساح كلها اتفتشت. وهنا فهد بيقول لها يعني إنها جات له إخبارية من الضباط، وفايزة طبعا بتساعد إن هو يرجع حقه من توفيق التمساح وغلاب كمان. نيجي بقى عند توفيق، واللي بيجيله فهد هنا وبيقول له توفيق ان ابني مختفي وما باتش في البيت امبارح. بس فهد بيقول له كل ده وما يهمنيش، انا كل اللي يهمني ان الناس اللي بتنصب الفرح بره ده لازما يعني ايه تتجوز النهارده. وهنا طبعا بيجي له الضابط وبيعرفه ان ابنه لقوه مقتول ولازما يجي معاهم علشان خاطر يتعرف عليه. نيجي بقى عند ريكو اللي بيروح لراوية وبيعرف ان نادر التمساح خلاص يعني مات ويلاقوه مقتول. وبتقول له هتكون انت يا فهد او فهد يعني يكون ورا الموضوع ده. قال لها لا، المهم ان هو مات وغرقان طبعا ويغور في 60 داهية. خلينا بقى نفوق لحياتنا. نيجي بقى هنا لغلاب، واللي بيقول له يعني هنا انا عايزك تحط ايدك في ايدي علشان خاطر توفيق التمساح هيبيعك. وهنا بيقول له ايه اللي انت بتقول لي ده، واثبت لي يعني. فبيقول له علشان خاطر يقتل ابنك عمرو، بس هو ما عملش حاجة زي كده. فبيقول له انت كذاب. بس بيسمع صوت توفيق التمساح كده وهو بيطلب من فهد ان هو يقتل عمرو، مسجل له يعني. وبيقول له خلصت عليه ولا لسه؟ قال له لسه. وهنا توفيق طبعا توفيق ده او غلاب يعني بيوافق ان هو يحط ايده في ايد فهد وان هما الاتنين يخلصوا عليه، ويبعت له حد من رجالته بالمخدرات في البيت ويحطوها علشان خاطر يتقبض عليه ويبلغوا عليه طبعا. فبيقول له انا هشوف بس. وبنشوف ان فهد هنا بيعرفه ان كل حاجة بحسابها. وهنا بنلاقي ان فهد قاعد مع صفطاوي ده والحاجة فايزة، وبيقول لها هنا ازاي خليتي غلاب يعرف ان الموضوع ده صح. فبتعرفهم يعني ان اوراقهم سليمة والشركات كلها موجودة يعني. وكمان بنلاقي ان فهد ورامية راحوا على الحفلة. وهنا طبعا بنلاقي ان فهد بيكون عارف غلاب ان هو اسمه يعني رفعت حماد الجرحي. وهنا طبعا بيتضايق قوي جدا وبيقول له انت كذاب، انت كذاب مش انت. فبيقول له يعني هنا بيقول له لأ أنا، وبيعرفه طبعا. وغلاب هنا بيكون عايز يقتل فهد، بس فهد طبعا بيرفع عليه السلاح وبيقول له نزل ايدك. وهنا بيعرف منه ان الفلوس اللي باع بيها الاراضي هو خدها هو والرجاله وباعوها من المخدرات. وبنلاقي طبعا ان الضابط ده بيجي كده غلاب وبيعرفه ان عجيبه لقوها في المكان اللي اتقتلت فيه عبود. وعرفوا ان كان في علاقه ما بين عجيبه وما بين عبود. وهنا بيقول له يعني وفاء ملهاش علاقة بالموضوع ده. وهنا بنلاقي إن بكر كمان بيطلب من فهد إن هما يمشوا ويبقوا يرجعوا بعدين. فبيقول له كفاية لغاية كده. نيجي بقى عند غلابة واقف مع الضابط بعد ما بيمشي بياخدوا بعض وبيطلعوا على أوضة النوم وبيدوروا في الدولاب على الفلوس ومش بيلاقوها، وبيعرفوا إن كلام فهد طلع صح. وبيلاقوهم وبيسيبوهم يعني. وبعد كده بيروحوا البيت عند بكر، وبكر بيستقبلهم يعني وبيعرفهم ان هو هيجيب لهم الاكل وكل حاجه. وهنا بيعرفوا ان فهد لازم بيقول لهم يعني فهد لازم يروح مشوار بتاع الصبح. قال له ما تقلقش يا ابني. وبالله ان كمان راوية بتكون موجودة وبتقول له هتسيبني يعني. قال لها ما تقلقيش، الرجالة بتاعتي في المكان ومحوطاني يعني مفيش اي حاجة هتحصل، وما تقلقيش يعني من توفيق.
وبنشوف ان توفيق كمان بيكون اتقبض عليه وبيطلب منه عمرو ان هم يتكلموا ودي علشان خاطر ابوه ما يتحبس وما يجيش في الموضوع. وبيعرفوا ان غلاب كان شريكه في موضوع المخدرات ده، ولما عمرو بيقول له ان لو كان ابويا ليه يد في الموضوع انا برضه هجيبه. وبيعرفوا في الوقت ده ان هو مش ابن غلاب، هو ابن حماد الجرحي، وابوه اخد ورثه والكلام ده كله، والقصة اللي حصلت من اولها لاخرها. نيجي بقى عند رجالة البلد كلهم واللي بيكونوا مع ريكو وبكر. والرجالة بتاعت البلد بيقول لهم هنا يعني ان كل واحد ليه حتة ارض غلاب خدها منه انا هرجعها له، وانا عايزكم كلكم ايد واحدة، مش عايزكم تتفرقوا ابدا علشان خاطر غلاب ما يقدرش علينا واحنا اللي نقدر عليه. فبنشوف ان البنات بتكون موجودة وبتشرب الشاي كده، وفجأة بتيجي واحدة وشوية رجالة وبيقعدوا يضربوا نار، وبيقولوا يعني بتتصفح أو حاجة جديدة هتحصل. وبعدين الرجالة بتمشي وكناريا بتنزل وبتقعد كده تزعق وبتقول طبعا للإسعاف حد يلحقنا. والإسعاف هنا بنلاقيها جاية وبتنقل يعني، وراوية واخدة رصاصة كده وبتقول له خلاص استني، وبتكون بتكلمه كده وبتعرفه إن هي طالبة منه إن هو يسامحها علشان خاطر عمرهم هيتفرقوا، بس هي خلت بالوعد بتاعها ده وهتموت. لكن هي طبعا بتحبه وبتطلب منها هنا ان هي ما تتكلمش. وبيعرف ان عمرو يعني محبش حد قدها ولا عمره هيحب حد زيها. وهنا بنلاقي ان راوية بتموت على ايده، وفهد طبعا ما بيسكتش هنا يعني، وبياخد الرجالة البلد كلها وبيطلع البيت عند الغلاب وبينادي عليه وبينزل له. وبيجيله طبعا الرجالة تفتح البيبان لأن خلاص كده بيكونوا واقفين قدام بعض، وبيطلع يجري على غلاب. وهنا بنلاقي إن عمرو جايله وبيكون جاي علشان خاطر يقبض على غلاب، لأن هو بيتاجر برضه في المخدرات وهم عارفين كده ويعرفوا كل حاجة. فبيقول له يعني أنا عرفت إن هو بيتاجر في المخدرات مع توفيق التمساح، وهو حكالي كل حاجة، وإن أنا كمان مش ابنك. وبيعرفوا إن هو راح السرداب وعرف من عجيبة اللي هو كان مخبيها هناك. وفعلا الكلام اللي قاله توفيق التمساح طلع صح. ولما فهد بيحاول يقتله بيطلب منه عمرو ان هو ما يقتلوش، بس عمرو بيكون جاي علشان خاطر ياخده عشان الراوية يعني. وفعلا بيقتل كده غلاب. وهنا عمرو بيطلب منه ان هو يقبض عليه، وهو بيتحايل عليه وبيقول له خليني شوية لغاية اما يعني ادفن اختي بكرة. وفعلا بيسيبه لغاية الدفنة. وفهد بيعرفه وبيقول له كان نفسي اقول لك ان انا اخوك واخدك في حضني بس للاسف. وبيعرفوا ان العلامة هو ميزه بيها. وهنا طبعا بيلاقي ان هم خلاص كده رايحين يدفنوا راوية، وفهد هو شايفها وبيكون بيفتكر الموقف بتاعها، وكمان ريكو بيكون زعلان جدا عليها. وبنشوف فهد واللي بيقول له انت اتفرقت وسبتنا، ويوم ما جمعتنا احنا التلاتة كل واحد مننا حصل له حاجة. وكتاريا هنا بتطلب من فهد ان هو يهدى خلاص، وبتقوم علشان خاطر يمشوا، بس فهد بيطلب منها ان هي هتسامحه لانه مش هيقدر يوفي بوعدها معاه، هو خلاص هيسيبها. وبيقول لها طبعا سامحيني من ساعة ما شفتيني وانت كل حاجة في حياتنا زفت وقرف ومشاكل وحياة، بس انا يعني بحبك وانت معايا، وانت عارفة ان الحياة معانا كانت صعبة. ونيجي لزينب هنا وهي بتودع كناريا، وبيطلب من ريكو ان هو يخلي باله منها ويخلي باله من العيال، ويقول لها ان خلاص كده فهد اتقبض عليه. وبتنتهي الحلقة الأخيرة من مسلسل فهد البطل بالأحداث اللي فيها بعد ما فهد عمل اللي في دماغه وخلص القصة كاملة. فما تنساش بقى اللايك، اشتركوا للقناة، وفعلوا الجرس عشان أي حاجة تنزل بعد كده توصل لكم على طول. نشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.